لن سأواصل العمل اللي قامت به الحكومة السابقة أخذا بالاعتبار الأولويات اللي سطرها فخامة الرئيس، على رأسها السكن، انتعاش وإعادة انطلاق برنامج سكن لفخامة الرئيس، القصد منه القضاء نهائي على البيوت القصديرية عبر الوطن مش العاصمة فقط، إعادة إسكان كل من له حق في إعادة الإسكان، إتمام برنامج عدل، وإن شاء الله مثل ما كنا توعدنا باسم فخامة الرئيس في بداية 2018 أقصاها نهاية 2018 نكون انتهينا نهائيا من برنامج عدل. برنامج كذلك الريفي والبرنامج نتاع الاجتماعي، البرامج ستنتعش. أعرف باللي المواطن عارف باللي فيه صعوبات مالية، ولكن ما فيش ندرة مالية، فيه إعادة توجيه ربما بعض المصادر المالية للأولويات التي سطرها فخامة الرئيس واللي كان يتبعها سي عبد الملك. إذن السكن، الصحة، التعليم، كذلك إعادة النظر في شمولية الاقتصاد الوطني حتى نجعله مثل ما بدأت به الحكومة السابقة في منع عن تذبذبات سعر النفط، ونبني اقتصاد اللي ما يكونش خاضع تبعية يعني فيها مشاكل كبيرة تبعية للمحروقات وللنفط. هذا بالمساعدة مع القطاع الخاص والقطاع العام. القطاع الخاص تكون له كل مكانة نتاعو، تشجيع الاستثمار الخاص الأخص. إن شاء الله التوفيق من الله. البرنامج يعني بصفة دقيقة ومدققة سيطرح أمام البرلمان ريثما يكون جاهز إن شاء الله.